السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم مرة جديدة على قناة علامات الحياة مع سما ومكتبة علامات الحياة المسموعة، وآخر حلقة في كتابنا اقفشي عقلك في 30 يوم للرائعة نهى زهرة. والحلقة دي جميلة 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 بكل المقاييس، حاجة كده من الواقع، حاجة محفزة جدا، قصص واقعية، أمثلة من الحياة حصلت حقيقي. أتمنى أن انتوا تتابعوها زي كده بانتباه علشان نتعلم منهم حاجة وناخد منهم حافز للي جاي. ويلا بينا على طول ما نضيعش وقت ونسمع أول قصصنا، قصص نجاح من الواقع طبقوا التقنية اللي في الكتاب وعاشوا نجاحات في كل جوانب حياتهم. أول قصة معانا بتقول: الست ما ينفعش تشتكي من جوزها. مفروض اكتبلك من كتير قوي، اللي مخليني متردده ان اكتبلك اني حاسه ان مش قصه نجاح او ما وصلتش للنجاح اللي انا عايزاه. تقدري تقولي اني عامله زي متحدي الاعاقه. والله يعني من وانا عندي 25 سنه مطلقه ومعايا طفله عندها 3 سنين راجعه بيت اهلي، واحنا في عيله الست ما ينفعش تشتكي من جوزها، مش تغضب حتى. رجعت وبفضل الله ما عنديش عقده من الجواز ولا الرجاله، اخدت وقت بسيط وفهمت ان اختياري هو اللي كان غلط. مارست حياتي الحمد لله وفتحت مشروع لمحل ملابس، واستمر 3 سنين من النجاح لحد ما قابلت طارق. اتجوزنا، صفيت المحل البعد مكانه عن مسكن الزوجيه. اسكت؟ ابدا. نزلت اشتغلت في حضانه خلال الفتره دي، كان معايا اسامه وسهيله. اكمل مشوار نجاحي بقى؟ لا. انجبت طفلتي الثالثه، والفرق بين اسامه وميسون سنه واحده. اتلخمت جدا ومريت بعده مشاكل وظروف الحياه. كان عندي احساس دائم اني جوايا طاقه واستحاله اقعد في البيت. عايزه اشتغل، مش للحاجه للفلوس ولا حتى الخروج ولا اي حاجه، غير اني متاكده وعندي ثقه من نفسي ان جوايا كتير لازم اوصله للناس بغض النظر ليه كان الشغل. لحد ما حضرت كورس مصغر ل NLP، قلت بس هو ده العلم والمجال اللي عجبني. وبصراحه كنت مبهوره ان في علوم تخليكي تغوصي جوه نفسك ومن ثم البني ادمين، وازاي تعرفي تتحكمي في تصرفاتك. فعلا كنت سعيده جدا وحسيت اخيرا اني لقيت علم غير كل العلوم اللي موجوده في الكليات، وقررت اني انزل اكمل دراسته بعمق وابتديت ابحث. علمنا بمرض والدتي بالسرطان في مراحله الاولى، توقفت حياتي بمعنى الكلمه. نقلت مكان سكني علشان ابقى قريبه من والدتي. كل حاجه في حياتي اتشقلبت، وكل شويه كانت بتزداد صعوبه لتبعيات المرض على امي. مرت حوالي 7 سنوات وانا على الحال ده، مهمله كل شيء واي شيء دون وعي مني. اتوفت امي. حسيت احساس غريب بعد ما كنت انا محور حياتها وانا اللي بقوم على رعايتها وبعمل كل حاجه. اكتشفت اني من غيرها ومن بعدها ولا حاجه. اكتشفت ان تربيتي لاولادي هي كانت مجرد رعايه زي رعايتي لامي. ابتدى المشوار بعد ما شفتك. كلمه شفتك دي منفصله عن اخدت الكورسات معاكي، لان رؤيتك بالنسبه ليا بتمدني بكميه طاقه عاليه. بدات كورساتك وابتدى وعيي يزيد. اكتشفت ان اولادي الثلاثه اصحاب 3 شخصيات مختلفه، وانا بعملهم كلهم زي بعض. العقلاني والحساس والحركي غير بعض تماما. ابتديت افهم انه لسه عندي وقت انجح واكمل نجاحاتي مع اولادي ومع نفسي. ابتديتي توجهيني ازاي اصلا اعرف اختار طريقي كويس. سوبر شي فهمني انه سهل جدا وبخطوات بسيطه ازاي ابقى سوبر في كل حاجه، طالما دايما فاتحه عقلي وبزود وعي. حققت نجاحات بسيطه ولسه مكمله. هتشوفيني قريب بقف على الستيج بوصل صوتي وفكرتي للناس في وقت وفي حب وفي حياه. احنا اللي بايدينا لازم نغير نفسنا. عندي كلام كتير عايزه اقولهولك. النجاح طعمه حلو قوي يا نهى. يا لما حد يكلمني يسالني في مشكله والاقيها بتشكرني اني غيرت من طريقه تفكيرها. يعني ايه يبقى عندك وعي بنفسك وباللي حواليك؟ ياه، فعلا في فرق كبير. نهى محمد. القصه التانية كانت جايه تتعلم حاجه، علمتنا كذا حاجه. انا واحده من الناس اللي فرق في حياتها جدا وجود نهى زهره بافكارها والاتيتيود الايجابي بتاعها اللي كلنا بنتعلم منه. وانا خدت معاها كورسين، سوبر شي وذا ويلثي تيتشر. اولا الويلث تيتشر، طريقتها نفسها وهي بتسرد ماده الكورس بتاعتها ادتني افكار لا نهائيه في الانفو بتاعي بتاع بدايه السنه الدراسيه خالص في الاول، وازاي اسيب بوزيتيف امبريشن واخلي علاقتي معاهم كويسه. وخلتني عملت معاهم اكتيفيتيز كتير طلعت اللي جواهم وعرفتنا ببعض وقربتنا من بعض اكتر. كمان وانا بشرح الليسونز العاديه بقيت بستخدم فيديوهات كتير قوي واكتيفيتيز كتير وطرق مختلفه في شرح الدروس ما كانش بيجي في بالي قبل كده، وانا اصلا بيتقال عليا تيشر كويسه ومختلفه. بس هي اضافت لده كتير قوي. فكره البرين بريكس اللي هي علمتها لنا في الكورس بتاعها فرقت معايا كتير في وسط الكلاس. لما ابدا احس ان الدنيا بدات تبقى ممله او محتاجين sort of change وكده في النص، والولاد يتبسطوا بيها جدا جدا. كمان انها بدات اصلا الويلث تيتشر بكلمه ويلثي، دي هي فتحت لنا من وراها بحر للطرق اللي ربنا اداها لنا علشان نساعد نفسنا، ان احنا نفتح باب رزق منها لحاجات انا اصلا ما كنتش اعرفها. يعني انا مثلا كنت بستغفر كتير بس عمري ما كنت اعرف ان الاستغفار ده سبب من اسباب فتح الرزق، وما كنتش عمري اعرف ان صله الرحم برضو من اسباب الرزق. فبقيت بعمل الحاجات دي بنيه زياده الرزق. ثانيا بالنسبه بقى لكورس السوبر شي، اكتر حاجه فرقت معايا
قوي حكايه ان احنا دايما نبقى ماسكين ورقه وقلم، ده علشان تعلمنا ازاي نبقى السوبر اورجنايزد. فكانت بتقول لنا لازم نشوف فيديوهات كتير. وطبعا فكره ان انا اشوف كل يوم فيديو، وانا ما كنتش اعرف حكايه الزتونه دي خالص، بقيت دايما بشوف حاجات كتير للشقيري وزتونه، بقيت مواظبه. inspirational motivational عرفتوا منها. والاضافه الذهبيه بقى في الموضوع حكايه انه يبقى قدامنا ورقه وقلم، دي بتطلع حاجات من وسط الحاجات، وبتطلع من كل سطر ومن كل كلمه تتقال في الفيديو يا فكره جديده تتقال بموضوع تاني خالص افضل ادور وراها وامشي وراها، يا معلومه between the line كده ما كنتش اعرفها. وبقيت اعلم ده برضو لاولادي في الفصل ولولادي في البيت. يعني ابني بقى بيشوف الشقيري كتير، والاولاد في الفصل بقينا لما بنشوف فيديو دايما بنبقى فاتحين قدامنا حاجه ناخد فيها افكار ونطلع فيها معلومات، وفي الاخر بنجمع المعلومات دي مع بعض ونعمل لها برزنتيشن. انا شخصيا غير المعلومات والافكار دي كلها، انا مخي بقى مترتب اكتر. في كمان حاجه كانت بتقولها مهمه جدا في سوبر شي، حكايه اللي انت عايزاه دي برضو جمله من دهب الحقيقه. يعني حكايه لو انت بتدوري على حاجه انت تعمليها هتلاقيها بترجع لك تاني، ولو حتى بعد حين. يعني لازم يبقى عندنا شويه صبر. والسوبر لافر الافكار بتاعت الهدايا اللي ممكن تكون سامبل بس كرييتيف، اللي بتقرب الناس من بعضها. والسوبر لافر مش لازم يبقى بس للزوج او الحبيب، الايدي ممتده لاولادنا وزمايلنا في الشغل. لو نعمل لهم حركات صغيره كده، لو حتى مسج او حتى كلمتين في كتاب كده، هيفرق جدا جدا. شيماء. الحكايه الثالثه، طالبه علم. قبل ما اتكلم عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا بجد مبسوطه قوي، وبجد انا مش مصدقه اني هكون نموذج نجاح في كتاب حد زي حضرتك. وانا فخوره جدا فوق ما تتصوري ان انا اعرف حضرتك، وبجد اللي ما يعرفش حضرتك يبقى لسه مش عارف حد في الدنيا. انا عندي 12 سنه، بدات عندي الفكره لما شفت ماما بتاخد كورسات، وهي كانت متعلقه جدا جدا بجزء السوبر كرييتيف، وكانت دايما بتكتب وتشوف فيديوهات وتلخص وتشوف ايه الاستفاده بطريقتها. فحبيت كده، وهي قالت لي بتعمل ايه وشرحت لي وفهمتني، فبدات اعمل الطريقه دي في المذاكره بتاعتي، اكتب الافكار اللي ليها اهميه علشان تسهل عليا جدا في مذاكرتي. وبعدين طورت عندي الفكره شويه صغيره، اني اتفرج على فيديوهات من مواقع كتير جدا والخص واكتب اللي فهمته ده بطريقتي. وتالت مرحله حبيت انزل كتاباتي على الفيسبوك والناس تستفاد منها. وبعدين قعدت افكر بقى انا عايزه افيد الناس، مش لازم الناس اللي عندي على الفيسبوك وبس هم اللي يشوفوا كتاباتي، انا عايزه افيد ناس تانية، عايزه افيد الناس كلها. طب وبعدين جات لي فكره ان انا اعمل شانل على اليوتيوب اتكلم فيها عن كتاباتي، واشوف مواضيع تانية واكتبها واشرحها للناس عن طريق مسرحيات يعني، وحاجات انزلها وحاجات بشرحها وقصص بشوفها فبحب احكيها، وقصص بحبها وقصص بالفها. حبيت كده لان هدفي في الحياه اني اشتغل في اللايف كوتشنج، وده اللي بعمله هيساعدني اني اوصل لهدفي بسهوله جدا. حبيت انا بقى فعلا سوبر كرييتيف، وبقى عندي شانل على اليوتيوب. في ناس ممكن تفكر عادي، يعني ممكن تشوف الموضوع بطريقه عاديه، انا بقيت بشوف الدنيا بطريقه مختلفه غير الناس. فبجد انا حابه اكون في السوبر كرييتيف. يمنى محمد. القصه اللي بعد كده، نقدر نقول ان القصه بدات من سنين طويله، وانا حاسه ان انا مش مبسوطه في المكان اللي انا فيه، حاسه اني مش مرتاحه، اني مش بستمتع، ان انا مش مبسوطه بحالي. طب عايزه اعمل ايه؟ عايزه اغير. طب اغير اعمل ايه؟ كل ما تيجي قدامي فرصه كورس مثلا اسمع فيه حاجه لطيفه، كل ما فرصه كتاب ظريف اقراه كده يعني، لكن خطوات تغيير حقيقيه ما بتحصلش. لغايه ما بصراحه لقيت قدامي في الفيسبوك الاعلان بتاعك بتاع سوبر شي، نور في دماغي ساعتها. يلا روحي شوفي، ده كلام جديد، ايه فكرته؟ مش بس هتاخدي الكورس وتروحي، لا ده انت هتاخدي الكورس وهيبقى عندك كوميونتي هنتابع فيها بعض، هتلاقي حد كل ما تقع هيدعمك تاني. فرحت حضرت وتعرفت عليكم. الفكره اللي بدات تبقى مسيطره عليا هي you have to make the change، عشان you are the change. برضه هعمل ايه؟ اكتر حاجه كنت بحبها وبحسها جميله قوي فكره سوبر كرياتيف بتاعت الفيديوهات. تتفرجي على الفيديوز، تتفرجي بس مش للفرجه وخلاص والتسليه، لا تتفرجي وتاخدي ايدياز. طب ماشي، وبعدين ابتدي بقى خدي ستيب وادرسي الستبس بتاعتك. ودلوقتي انا مش راضيه عن المكان اللي انا فيه خلاص، يبقى فيرست ستيب ان انا هبتدي اسيب الشغل. وابتديت ادي ناضج للمكان ان انا هسيب هنا خلاص، هبتدي افكر وادور على الحاجه التانية اللي انا بحب اعملها. الحاجه اللي انا بحب اعملها النظام والترتيب، وان انا ابقى فاعل مش مفعول به. يلا ابتدي وتوكلي على الله، دي الحاجه التانية، او نخليها الحاجه الاولى. الحقيقه ان السوبر كرياتيف مع التوكل على الله هم دول النقطتين. ولما عملت دول وبدات اتفرج على فيديوهات، يمكن تكون فيديوهات مش هي اللي ادتني الكلو، بس خلت مخي يبتدي يرتب افكاره. انت هتعملي ايه؟ هسيب الشغل، وبعد ما تسيبي الشغل هبتدي افكر هقسم تاني يوم ازاي هبتدي اعمل حاجات تانية. وبدات فعلا اعمل حاجات تانية، بدات ادخل في الرياضه ما كنتش بعملها، بدات احضر الكورسات بتاعتك والميتنج،
والكوميونتي، واشوف الناس تديني افكار، ولما تشوفي الناس اللي حواليا عندها افكار وعندها شغف عايزه تحققه، كل ده بيديكي موتيف. ابتدي دوري، وبدات اكتب نقط وافكار كتيره جدا ممكن اعملها في موضوع الترتيب والنظام والكلام ده كله. بس ترتيب الاوضه والرف والدرج لا، ترتيب افكارك وترتيب دماغك وترتيب الوقت وترتيب البيت، كل انواع الترتيب، وقت وبيت، كل انواع النظام والترتيب كلها. مع بقاء الدعاء المستمر، يا رب ثبتني في الخطوات دي ووريني الطريق، وانا عايزه اتغير وعايزه تغيير. بدات بقى حاجات تتعرض عليا، فرص شغل جديده في مجالات جديده. فكره التيتشنج ما كانتش مستهوياني، لكن فكره اني ادخل مدرسه كاداري، انت مطلوب منك ان يبقى في نظام تتبعه وتطبقه. يا سلام، انا اسمع كلام نظام اتبسط على طول. فبدات خلاص، طب نجرب. الموضوع جه لغايه عندي الحقيقه، يعني علشان توكلت على ربنا، علشان بدعي كتير. وجيت عندك في المدرسه واشتغلت وحبيت الموضوع. كنت خايفه طبعا من التغيير، اكيد لازم يبقى فيه خوف. وواحده واحده بدات احس اني كمان لازم اكون مؤثره، لازم تحطي بصمتك في المكان. بدات احس بدعم الناس اللي حواليكي، ودعم الناس اللي معاكي في الشغل، ودعم جوزي في البيت. الصراحه هو ما كانش راضي وما كانش عاجبه الشغل اللي انا كنت فيه، لانه ما كانش حاسس ان انا مبسوطه. كل ده فرق معايا وبدات احس ان انا مبسوطه. انا على فكره بشتغل اكتر بكتير من قبل كده، وقت ومجهود، لكني اسعد بكتير من الاول بشكل ملحوظ، ومش تعبانه خالص، بالعكس. حتى لو كنت بوجهد جسديا فانا نفسيا اسعد بكتير. كل ده بيخليني ريفلكت على بقيه يومي، بقى يومي مترتب واحسن واسعد. اقول لك على حاجه كمان، فكره ان انت دايما تقولي لنا، قولي لنفسك دايما انا ناجح. اعمل لنفسك برين ووش اي كان. فكره اي كان دي من الحاجات اللي لما بتسيطر على الدماغ الواحد فعلا هيعيشها وهيقدر وهتتحقق. اي كان، دكتوره منى ممدوح. ودي اللي كان عنوانها من الدكتوره للمدرسه. قصتنا الجديده بعنوان ماذا كتبت عني الساحره سحر. من هي نهى زهره؟ مالكة القلوب ومصلحة العقول. هي امرأة أرادت أن تربي أبنائها تربية سوية سليمة، خالية من العيوب والعاهات الخلقية والأخلاقية. أن تنتج إنسان صالح بيه وله يكون مستقبل مشرق. استبدلت كلمة الهجرة الخارجية بالهجرة الداخلية. من السهل أن تقرر الهرب إلى مجتمع آخر تجد فيه قناعاتك محققة بالفعل. كل ما عليك أن تعطي المعطيات وتحصل على النتيجة. ولكنها امرأة صلبة قوية طموحة محبة لأولادها، قررت أن تهاجر بهم ولهم في داخل وطنهم. نعم، الهجرة داخل الوطن، ما هذا الكلام الخزعبلي؟ أولا، قررت تربي أبنائها تربية صالحة بغض النظر عن المجتمع. وشيئا فشيئا أدركت استحالة تلك الهجرة إلا بهجرة الوطن والمجتمع نفسه لأفكاره الهدامة. وطورت من نفسها لنفسها أولا، ولأولادها ثانيا، ولوطنها ثالثا. ولم يتسنى ذلك لها إلا بأن تزرع الورود لتعطر بها كل محب الوطن وأولاده. فنقلت فكرها وخبرتها إلى الأمهات المحيطين بها لكي يكونوا معها في منظومة صالحة، والمحيطين ينقلونها لمحيطين المحيطين لها. وتنقل عدوى الإصلاح من الفكر إلى الإصلاح في العقول، إلى إصلاح الفرد ثم المجتمع ثم إصلاح في الأرض. وهذا ما أدركته بوعيها وعقلها، أو بالأحرى بالأم الساكنة بداخلها، ونفذت ما أراده الله عز وجل، الإصلاح في الأرض إنها وظيفة الإنسان في أرضه. سحر حجازي. القصة الأخيرة وهي بعنوان نعمة، وهي نعمة من ربنا لكل اللي بيعرفها. أحيانا نتمنى إن تكون أحلامنا حقيقية، وأحيانا نتمنى لو كانت حياتنا حلم. وضع جغرافيون عالمين للكرة الأرضية، عالم الشرق وعالم الغرب، ونسوا تماما أن هناك عالما ثالثا أسمى وأرقى وأوقع بكثير، وهو عالم التأمل. العالم ده مش محتاج خبرات أو جنسيات معينة، العالم ده أنت اللي محتاجه. في يوم زي أي يوم الصبح، صحيان بدري وتحضير الشغل ونزول ابني المدرسة، ورسائل كانت واضحة وصريحة لتوضيح حاجات مستخبية. جوزي مسافر يومين شغل، وقراري إني أستأذن من الشغل ساعتين، وقرار مشترك أنزل أنا ورفيق دربي وصل ابننا للمدرسة. وطبعا ده نادرا لما ننزل سوا لاختلاف المواعيد. وفجأة القدر يظهر أنيابه لينا، تعب، وجع، صراخ، خوف، بدون تفاصيل. أصبت بحروق في الوجه واليد والصدر والرقبة. ومن هنا تبتدي القصة. نظرة الخوف والوجع والحيرة اللي كنا بنشوفها في الأفلام دي حقيقية. دخول العناية المركزة اللي تعرفهم حواليك ومش شايف وشوشهم من دموعهم. غرفة في مستشفى عسكري أشبه بالسجن المكيف، مفيش حد معاك، مفيش أي تشويش إلكتروني، تلفزيون أو موبايل، لكن التشويش ذهني. بكلمة إيه ده؟ إزاي؟ ده وقت الانتفاضة ومراجعة النفس، قرارات سليمة بتفكير صحيح. وقررت إني لازم أسامح وأتناسى كل اللي فات وحصل. في المسامحة وحسن النية ده نقاء عاطفي قبل ما يبقى نقاء ذهني. ابني، زوجي، عائلتي، دول حياة جوه الحياة، لازم وقت ليهم وصبر زيادة. إن الحياة مش مجرد شغل وفلوس وساقية بتلف، لأ، دي في حياة طويلة بعيدة عن الشغل، بس محتاجة قرار، تنظيم وقت، والصبر على المحن والوجع. الشعرة اللي كنت فيها هي الشعرة اللي بتفرق عن الموت والحياة. الموت عمره ما كان بالنسبة لي شر، على العكس، ده الحقيقة الوحيدة في الحياة، بس الفكرة إزاي نستقبله. القرارات دي كلها وأكتر كانت نابعة من القلب قبل العقل. حسيت بنفسي وبظلم نفسي. ليه ما استغلتش الفرصة؟ ربنا أراني عذابه وناره في الدنيا، فما بالك بالآخرة.
احنا فعلا مش بنندم على الحاجة اللي عملناها على قد ما بنندم على تأخيرنا واستهبالنا او تلكيكنا اننا نعملها. طب هنفضل كده؟ لا لا، ده قرار تغيير النفس. نبدأ في الشغل الصح او الواقعي، تقبل الشكل ايا كان رغم التشوهات والوجع، والاقتناع التام ان الروح انقى واحلى. تخصيص وقت ليا كاستراحة ومج نسكافيه وجيم وقراءة قصة وهكذا، ولو حتى ساعة. اتخانق مع زوجي زي اي زوجة مصرية اصيلة، اكبر دماغي؟ اصل اخر المشكلة ايه؟ عمري ما هبعد ولا هستغنى عنه، يبقى ليه ما بقاش حمام السلام وعاتب وسامح في نفس اللحظة؟ الحب بهدلة. اجرب ابقى نقية وصريحة جوه نفسي، يمكن ارتاح. وقد كان. وعلشان القرار الصح بيبدأ صح، مطلوب كورس تأمل مع شخصية نقية وصافية جدا تحب تسلم عليها علشان ضحكتها وصوتها بس. دخلتني في عالم تاني وتالت، عالم التأمل. علمتني ازاي اشتغل على نفسي واساعد واقوي نفسي. اتعلمت اسمع من اللي حواليا وانا على يقين انه لما اختارني انا علشان فيا حاجة مميزة، او اختارني لثقته فيا، وده يعزز شخصيتي. ازاي في عز المحنة تدور على الضوء الخارج منك علشان تكمل؟ ازاي تشد الفيشة؟ ازاي تحس بنفسك وتساعد نفسك؟ ليك نظرة مختلفة لكل حاجة، البحر، السماء، النجوم، الليل، البرق، كل اللي حواليك، وتتوالى الأحداث. أبقى مثلا عند الدكتور وعملية حقن في الوجه وأعمل مديتيشن وأنسى مثلا اللي بيحصل فيا. لما أقرب الأقربين يتعبوا يبقى أنا مصدر التفاؤل ليهم. قدرت أتحكم في نفسي وأعصابي وزعلي، وأقول كلام يصبر ويضحك، وأتغلب على الوجع الداخلي. باختصار، بقيت شخصية جديدة بروح جديدة. القلب هو أساس الجسم، لازم أملاه نور وحب علشان يطلع في أسلوبي وحياتي وشغلي. الأمنيات ما هي إلا واقع في شكل أحلام، نعمة طعيمة. وفي الآخر الكاتبة عاملة شكر لكل اللي حواليها واللي ساعدها واللي عاش معاها لغاية ما طلع الكتاب ده للنور. كعادة كل الكتاب إن هما ما بينسوش الخير او المساعده او اي حد وقف جنبهم لحد ما قدروا ان هم يطلعوا الكتاب دوت ويبقى بين ايدينا. بجد كتاب حلو جميل، وده كان اول كتاب للكاتبه نهى زهره، وتوالت الكتب عندي السلسله كلها وهقراها معاكم ان شاء الله بالترتيب. بس أنا عندي سؤال، وأتمنى إن أنتم تشاركوني وتقترحوا عليَّ. هل نكمّل في السلسلة بتاعة نهى زهرة بكل الكتب بتاعتها لغاية لمّا نخلّصهم، والّا تحبوا إن إحنا نعمل تنويع؟ يعني إحنا أخدنا كتاب سندريلا سيكريت وبعدين كتاب اقفشي عقلِك في 30 يوم، نرجع ناخد كتاب تاني لهبة السواح، وبعد كده كتاب لنهى زهرة وكتاب لحد مختلف، والّا نكمّل في سلسلة ونخلّصها؟ يعني اقترحوا عليَّ. انا ساعات بفكر اقول كويس التنويع، ان احنا ناخد كتاب لكل حد كتنويع وبعدين نرجع نكمل ناخد تاني نكرر يعني بقية السلسلة بالترتيب. وساعات تانية بقول لنفسي لا، خلينا ناخد السلسلة بتاعت الكاتب او المفكر، ناخدها كده، او الدكتور اللي احنا هنقرأ له، ناخدها كده ورا بعضها علشان الافكار تبقى مترابطة. فشوروا عليا كده وقولوا لي افكاركم ورجحوا لي نمشي ازاي، علشان كده كتابنا خلاص الحمد لله تم بحمد الله، وهنبدأ في كتاب جديد. مستنية آرائكم وتعليقاتكم، ويا رب الكتاب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا بتنفذوا معانا التمارين. أنا متعمدة إن أنا أجيب لكم كتب كلها تمارين وحاجات ممكن نطبقها وأفكار جديدة ممكن تشغل وتنور حاجات في مخنا مختلفة. يا رب تكونوا بتستفيدوا وتكون الأفكار بتوصل لكم بكل بساطة وسهولة ويسر. ويا رب تكونوا مستمتعين معايا، ويا رب لو انتم لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى بقى تشتركوا. يلا يلا، عايزة اشوف الاشتراكات ان شاء الله معايا في القناة، عايزة اشوف كده الاختلاف. مش عايزة اشوف تاني في الاحصاءات موضوع انه اغلب المشاهدين من غير المشتركين، يعني بيشوفوا ويمشوا. هتمنى لو انتم فعلا بتتفرجوا عليا ومتابعيني والمواضيع فارقه معاكم ومستفيدين وبتعجبكم، اتمنى لو تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديوهات عشان تنشروها وتشاركوا معايا في الاجر على الوعي ان شاء الله. وكمان لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. مع السلامه.